على الاقل احسن من الزمالك. كلمني بقى، كلمني. الزمالك مفلس دلوقتي. محتاجين نتبرع. بره على مين؟ للزمالك. ليه انت مالك؟ الجمهور بيقول لك هيبيع لباسه. مالكش دعوه بالزمالك، يعني خلي الزمالك في حاله. انت شايف الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في ماتش الاتحاد؟ والله ده طبيعي، عشان كده دايما لما يكون في ماتش اهلي وزمالك او زمالك وبيراميدز او اهلي وبيراميدز بنضطر نطلب حكام اجانب. عشان زي ما انت شايف الدنيا ضايعه، الدوري ضايع. بالنسبه بقى يعني انت كراجل مشجع اهلاوي، لو في اخطاء تحكيميه على الاهلي انت شايفها، هي بتقول ان دي وارده، لكن لما بتبقى لصالح الاهلي محدش بيتكلم. لا، لاني ما بتحصلش مع الاهلي كتير، بس هو ما فيش غير كده. يعني مثلا خدنا الدوري يقول لك ده بالتحكيم. هم لعبوا ماتش مثلا حصل، يعني مثلا الخصم لو حد بيلعب الزمالك مثلا الاتحاد مثلا، لو حصل مثلا ضربه جزاء عليهم مش عارف، يقول لك لا ما فيش حاجه، يقول لك لا هو التحكيم كده، يقول لك ما احنا زيكم. ان شاء الله يعني احنا نجمع من الشباب دي ونتبرع للزمالك، عشان بقول لك ان هم هيبيعوا الباسم وبتاع، واحنا ما رضيناش كده. يعني لازم يبقى في روح رياضيه. باستثناء بقى الزمالك عامل سيزون كويس وبينافس، ولا بينافس على حاجه. ليه؟ مين اللي في الصداره دلوقتي؟ اهلي تحت سيراميكا كليوباترا، ومش عارف ما بينك وما بين الزمالك قد ايه؟ لا كتير. 3 نقاط. لا مش 3 اكتر. 3 نقاط. برضه هيفضل تحت بينافس وبرضه لا ياخد الدوري. ماشي، ده طبيعي. بأمانة الله هتاخده بالكوره ولا بالتحكيم؟ لا بالكوره، ودايما بناخده بالكوره، عمرنا ما خدنا تحكيم. يعني اغلبيه جمهور الزمالك او الزملكاويه بيتكلموا ان الدوري بيروح بالتحكيم.